ما هو انا ما اجيش رايح توكيل زي رينو اقول لهم انا عايز اغير زيت الفتيس. على مسؤوليتك، ماشي يا عم، على مسؤوليتي. امضي. امضي على ايه يا عم؟ انت مدخلني اعمل عمليه قلب مفتوح مثلا فبتمضيني يعني ولا؟ لا، اصل احنا ما بنغيرش الزيت غير لما يكون في مشكله بتبان عليها على الجهاز. طب ايه هي المشكله اللي باينه معاك على الجهاز ومش باينه معايا؟ يعني ما انا عندي الجهاز والله، وعندي سوفت وير رينو. هو طبعا عندهم جهاز، يعني عندهم طبعا مع السيرفر بتاع رينو مباشرة. الجهاز عندهم فيه امكانيات اكتر، التكويد، الابديت، الكلام ده ماشي. لكن انا عندي الجهاز اللي بيقرا كل حاجة. ايه القرايات اللي بتقول لك يعني ان الزيت ده محتاج يتغير؟ يقول لي يا فندم الحرارة والبريشر بتاع البريشر لاين والبريشر فالف. طيب تمام، انا عندي البريشر لاين والبريشر فالف كان كويس، بس قرايات الزيت كحرارة ما كانش كويس. ده غير ان انا كان عندي مشكلة عطل تشيك جير بوكس، ولما غيرت الزيت العطل بطل يظهر. طب يا عم غير لي زيت ماشي، انا درجة حرارة الزيت عندي بتعلى طب امضي. امضي على ايه بالظبط وانا داخل اعمل قلب مفتوح؟ ويعني حتى انت لما بص روح اسال الذكاء الصناعي، اسال كوبايلوت او شات جي بي تي، دردش كده معاه، قول له رينو بتقول ليه الزيت مدى الحياة، هيقول لك دعاية للشركة. هيقول لك يعني هو نفسه الذكاء الصناعي هيقول لك كده دعايه للشركه. هيقول لك عشان يقول لك العربيات بتاعتنا صيانتها قليله، استراتيجيه من رينو الام مع الاسف يعني. حتى لما راسلت رينو في انجلترا وفي رينو في المانيا بيقولوا نفس الكلام، برغم ان شركه ليكوي موري نفسها في المانيا لما راسلتها قال لي لا. قال لي ولو حضرتك بتقرص على الفتيس تغير من 30 ل 40 الف. نفس القصه على فكره، هتلاقي الذكاء الصناعي بيقول كده برضه. فانا موريكم الزيت طالع محروق اصلا، زي ما وريتكم فيديوهات ال 50 فيديو اللي عملناهم اللي فاتوا، مقارنه بين الزيت الجديد والزيت القديم. ما تجيش تقول لي امضي لي على مش عارف ايه. يعني في ايه؟ ورينا الناس بقى بالخطوات ازاي اغير الزيت خطوه بخطوه، علشان ما يحتاجش ان هو ولا يعني يروح لحد عبقري، ولا هو الموضوع فيه عبقريه، ولا هو احنا وريناكم مكان الطبه ومكان الفلتر وايه اللي محتاج يتعمل بالظبط وهكذا. فاذا الموضوع مش كيمياء، هو الموضوع ابسط مما تتخيل. لما تشوفه في الفيديو التعليمي اللي انا عامله هتلاقي ان اي حد ممكن يغيره لك، بس يكون فني كويس. مش محتاج يعني ولا توكيل ولا مركز معتمد ولا كلام من ده، ولا تروح يقول لك امضي على ورقه ولا مش امضي على ورقه، وتروح مثلا بعيب بسيط في الفتيس تقول له الزيت بيسخن، لمبه تشيك جير بوكس منوره. لو انت في الضمان ممكن يغير لك فتيس ضمان، لو انت في الجود ويل هيحملك جزء، لو انت بره هيقول لك غير فتيس. انت مش منطقي يعني. وما تعملش تغيير زيت الفتيس وتيجي عند 150 الف وتقول لي عايز اغير، لا.